لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. 90 دقيقة حملت الكثير من المفاجآت التي فجرها المولودية عميد الأندية الجزائرية، مستغلا عاملي الأرض والجمهور ليحفظ ماء الوجه ويثأر من الوداد المغربي بتسجيله 3 أهداف مقابل 1، بالرغم من كونها مباراة تحصيل حاصل نظرا لخروج المولودية مبكرا. المباراة بدت ثأرية منذ البداية لتشهد تألق المولودية الذي تمكن من استغلال تراجع الدفاع الودادي ليتقدم رضا بابوش ويسجل هدف المباراة الأول عند الدقيقة 31، ولم تمر سوى 5 دقائق ليعود بابوش بنفسه ويهدي جماهيره هدفا ثانيا متأثرا باللافتات التشجيعية التي ظلت تكرر الشعب يريد 4-0. الدقيقة 40 كانت موعدا لتألق عز الدين صوفيان عندما تصدى لهدف كاد يسجل عبر السفاح الكونغولي فابريس أندولي، غير أن الوداد عزم على الرجوع إلى القمة لتظهر استفاقته ويبدأ بالضغط الهجومي مع الدقيقة الأولى للشوط الثاني، غير أنه لم يسفر عن أي نتيجة. وكاد المولودية يعزز تقدمه ويحرز هدفا ثالثا في الدقيقة 57 من ركلة حرة مباشرة بواسطة حمزة كودري، إلا أنه لم يترجمها إلى هدف حتى حانت الدقيقة 61 التي شهدت بالفعل ثالث أهداف أبناء عبد الحق بن شيخة عبر أوصالي، لكن الوداد لم يستسلم ليتقدم فابريس أندولي من جديد ليسجل هدفا، ولكن سرعان ما انطلقت صافرة الحكم لتعلن التسلل قبل أن يسجل أحمد أجدو هدف فريقه الأول في اللقاء عند الدقيقة 80 من ركلة جزاء إثر مخاشنة حمزة كودري الذي طرد بالحمراء.